السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم أن الهدف من الصيام أو الغاية الأسمى من الصيام هي التقوى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف والغاية من الصيام هي التقوى. يعني السؤال بيطرح نفسه: أين التقوى في واحد طول النهار صايم وتعبان وعطشان وجعان ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويعمل كل اللي أمر به الله سبحانه وتعالى في صيام اليوم للمسلم، وبعد كده أول ما يشرب شوية ماء ويفطر يتجه إنه طول الليل أمام الشاشات، فيعني يشوف مسلسلات، يتابع برامج، يتابع فوازير، يتابع الفيس، يتابع الموبايل، طول الليل أمام الشاشات. يعني يصوم عن الشيء الحلال وبعد ما يفطر يتجه للشيء الحرام. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني واحدة تعبت وقعدت تغزل في تعمل شغل غزل، وبعد ما خلصته سحبت الخيط وفكت كل اللي عملته. طول النهار صايم وتعبان وحران وعطشان وكل التعب والإرهاق، ونيجي آخر النهار أضيع الصيام وأنا قاعد قدام الشاشات وأبص على التلفزيون وتابع حالة ورا حالة وقصة ورا قصة ومسلسل ورا مسلسل. فأنت كده يعني بتصوم وتتعب وتصوم عن الشيء الحلال، الأكل والشرب حلال، وتفطر بعد ما تفطر تتجه للشيء الحرام. فأين التقوى في مشاهدة الأفلام؟ أين الغاية من الصيام في مشاهدة المسلسلات والملهيات عن ذكر الله والدورات الكرة الرمضانية والنوادي والمقاهي يعني النساء اللي بتسيب السنة كلها وتيجي في الشهر أو في العشر الأواخر من رمضان وتنزل تعمل الشوبينج، أو تنزل تعمل تشتري لبس العيد وأشياء العيد وتنظيف البيت وتنظيم البيت والحاجات دي كلها، بتلهيها عن قيام الليل وعن قراءة القرآن. فأين التقوى في هذا؟ الغاية من الصيام هو تحقيق التقوى. شهر ممكن ست البيت تعمل الشغل ده في غير أيام رمضان، أو تعمله يعني في ساعة مخصصة كل يوم، تعمل ساعة من النهار في شيء معين من البيت، تنظيم البيت. واللبس ده برضه ممكن يتشاري في ساعة من النهار في يوم، في ساعة معينة على السريع بسرعة، علشان ندرك اللحظات الغالية اللي ممكن تكون في العشر الأيام الأخيرة ديت ليلة القدر، وهي لا تدركها لأنها بتبحث عن الملابس. الهدف من الصيام هو تحقيق التقوى في القلوب. فما نضيعش اللحظات دي لأنها لحظات غالية. أسأل الله لي ولكم القبول. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.